السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا. منورين دايما قناتي يومك اجمل مع ام فارس. لو لسه اول مرة تشوفيني فضلا وليس امرا اللايك والشير للفيديو وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. طبعا انا جايلكم النهاردة بطريقة كويسة وسهلة جدا للكونو. الكونو ده موجود في محل الحلويات كلنا عارفينه. طبعا البعض منا بيشوفه بيقول ايس كريم، بس هو طبعا مش ايس كريم، هو اسمه كونو، موجود في محل الحلويات. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام، واقول لكم انا عملته ازاي وازاي ما اشتروهوش من بره بالثمن الغالي ده. انا جبت هنا بسكوت ايس كريم، طبعا جبته من محل الحلواني برضو موجود. طبعا البسكوتة بنص جنيه او بجنيه حسب الحجم. وموجودة عندي بقى كده شوكولاتة بيضة وشوكولاتة سودة، مسيحاهم على بخار مية وضفت عليهم معلقتين من الزيت. وعندي هنا كيك سبونج بتاع التورت. طبعا لو كان عندك بواقي ممكن تستعمليها، بس انا عملت صاج شوكولاتة وصاج فانيليا واستخدمتهم علشان كان عندي اوردر كبير طبعا، والعيال اللي في الشارع بقى كل ما يشوفوه يجروا جري، والله العيال الصغيرين فرحانين بيه جدا. وانا قلت بقى كده ابسطهم وابيعه كده الواحدة ب5 جنيه، كانوا مبسوطين بيه جدا علشان تمنه رخيص. مرضتش اغلى عليهم علشان يفرحوا بيه. طبعا دي كل المكونات التزيين اللي موجودة معايا. عندي بسكوت اوريو، وعندي كده شوية كريبس، وعندي شوية شوكولاتة كده مبشورين، وكده خلاص الطريقة سهلة كده. ابدأ اشتغل بقى. جبت بقى بسكوت الايس كريم، ومن جوه كده بعصاية الشيش طاووق دخلت كده الشوكولاتة البيضة زي ما انتوا شايفينها، وسويتها كده بالعصاية زي ما انتوا شايفينها علشان انا عايزة البسكوتة تبقى مقرمشة معايا من جوه ومن بره. عارفين لما اجلسها كده من جوه ومن بره، وانتي بتاكليها هتبقى معاكي مقرمشة من جوه ومن بره. علشان كده انا عملتها من جوه ومن بره علشان تبقى مقرمشة البسكوتة معايا، ما تبقاش لينة. لما احط الكريمة فيها ما تبقاش لينة. فطبعا الشوكولاتة البيضة والسودة دي بتدي كده زي مادة عازلة تخلي البسكوتة معايا مقرمشة. عملتها كده بنفس الشكل الشوكولاتة البيضة، وسبتها كده قلبتها على طبق، وسبت الشوكولاتة كده تشد عليها وتنشف علشان اقدر اكمل شغلي بيها. بنفس الطريقة عملت بالشوكولاتة السوداء اللي انتوا شايفينها دي، ووزعت برضو كده الشوكولاتة بالتساوي علشان ما احطش كتير برضو وتبقى دخلت معايا في تكلفة جامدة. فلو انت عايزة تعملي مشروع برضو سهل وبسيط ومش بيكلف كتير، ممكن تبدأي بأي مشروع من اللي انا بجيبهولك ده. بيكسب يعني فيه مكسب حلو جدا، وتبدأي كده بحاجات بسيطة. انا طبعا ببدأ بالحاجات البسيطة اللي انا اقدر اعملها، مش يعني اما اجي اعمل حاجة ما ببدأش بحاجة يكون مكلفة، علشان انا ممكن ما اكون ما معيش مقدرة ان انا اعمل حاجة كبيرة. فطبعا دايما بختار الحاجة السهلة البسيطة اللي مش بتتكلف معايا كتير، علشان برضو الكلفة وما بقاش برضو عندي لسه ماديات، عندي حاجات تانية ابدي من كده. خلاص زي ما قلتلك عملت البسكوت بنفس الطريقة كده من جوه ومن بره، وسبته كده ينشف. دخلته التلاجة شوية وبعد كده اشتغلت بيه تاني. زي ما قلتلك والله لو عايزة تبدأي اي مشروع دي سهل جدا وبيطلع فعلا فلوس كويسة، ممكن تبدأي بيه. وتحسبيها كده مع نفسك وتشوفي انت هتبيعي الواحدة بكام. خلاص ابني اللي كان بيصور فما كانش للأسف ما كانش عارف يصور المرة دي كويس خالص. بعد كده بقى الكريمة بتاعتي كانت جاهزة. طبعا انتوا عارفين الكريمة كوباية مية متلجة على كوباية كريمة على ربع معلقة سكر، ضربتهم كده كويس. وكان عندي ألوان طعام ضفتها كده للكريمة، غيرت لون الكريمة بيها. اول حاجة كده ضفت في البسكوت اول حاجة الكريمة، وبعد كده ضفت كيكة السبونش الموجودة عندي، وبعد كده ضفت الكريمة تاني، واخر حاجة كده الكيكة اللي انتوا شايفينها في الاخر. وبعد كده خلاص بقفل بقى الشكل بالكريمة.
طبعا بقى عندي كريسبي، عندي بسكوت، عندي شوكولاتة، اي حاجة زيني بيها، بس المهم تطلعي بنتيجة شيك في الاخر، علشان العين دايما بتاكل قبل البق. فالاولاد واي حد واحنا برضو ككبار بنحب المنظر الشيك الجميل، ويكون الطعم برضو يكون كويس. طعمها جميل جدا وطعمها بجد تحفة، وكانت ما شاء الله. عملت كده كله كده بنفس الشكل، بس كده شكلت في الأذواق بس. وكان عندي الورق ده، فانا رصيته عليه علشان ادخله الفريزر شوية يجمد برضو، علشان موجود معاه الكريمة والشوكولاتة، فكانت تنشف معايا بقى علشان اعرف ابيع منها. عملت كمية كبيرة، انا اللي كان موجود قدامي اللي انتوا شايفينه ده كانت حاجات بسيطة. وكده خلصت كده معايا اول شوية موجودين، فحبيت بس ان انا اصور كده معاكم الفيديو البسيط ده علشان تشوفوا انا عملته ازاي، وانك ممكن تعمليه وما تشتروش من بره بالغلا اللي انتوا بتجيبوه من بره ده. فهو سهل وبسيط جدا ومش بيكلف كتير، لو انت جبتي اي مقادير بتعمل معاكي كمية كويسة جدا. فجربي كده مش هتخسري باذن الله اي حاجة خالص. ايه رأيكم بقى؟ بجد كان تحفة، والمنظر جميل جدا، والاولاد بيفرحوا بيه قوي قوي، وكانوا العيال والله اشتروا اكتر من الناس الكبيرة، كان عاجبهم قوي. ايه رأيكم بقى؟ يا ريت بقى لو وصلت لهنا لحد هنا من الفيديو ما تنسيش اللايك والشير للفيديو، وتضغطوا على زر الجرس علشان يوصل لكم كل جديد. وحطوا بقى لايك كتير بقى كده للفيديو علشان الفيديو ما يقعش وبدعواتكم كده اوصل ان شاء الله للي انا عايزاه. ايه رأيكم؟ بجد شكله جميل جدا وطعم احلى كمان. يا رب يكون يا بنات فيديو النهاردة عجبكم، واستنوني في فيديو جديد من قناتي يومك اجمل مع ام فارس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.